السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده حبايبي معايا اوردر. النهارده معانا هنعمل الجاتو وهنعمل تورتايه مقاس 20. تابعوا معانا الفيديو للاخر، هتستفيدوا منه كتير قوي في الجاتو والغلطات اللي بنقع فيها في الجاتو. انا معايا كده ده الكيك بتاع الجاتو. ده الكيك ده انا صاج مقاس 25 في 35. حطيت له ربع كيلو دقيق اسبونج، 3 بيض، ربع كوباية من المية، معلقة صغيرة محسن، فانيليا طبعا علشان البيض، وضربتهم كويس اوي وحطيتهم. عملت صاج شوكولاتة وصاج فانيليا. طبعا الاسبونج احنا عملناه مع بعض قبل كده كتير قوي، عشان كده انا اختصرت في الفيديو ويعني وجبت يعني عملت الاسبونجات جاهزة، ما صورتش معاكم الاسبونج وهو بيتعمل. دي طبعا الكريمة بتاعتي. انا حطيت نص كوباية من السكر، عليها كوباية كبيرة من المية او كوباية ونص مية، ويعني كوباية كريم شانتيه. طبعا انت هتقولي انت حاطة كريم كتير، لا، دي الكوباية دي المعيارية دي ربع كوباية، فحطيت منها 4. تمام كده. وحطينا طبعا معلقتين باستري للكريمة، بيدوها طعم حلو وبيعزز طعم الكريم معايا. انا جبت كده الكيك بتاعي، قسمته طبعا بالمسطره بحيث ان هو يبقى ايه، يعني النصين قد بعض، ما هقدرش منه كتير. وطبعا احنا الجاتو بنعمله طبقتين من ساعه الغلا اللي بقت فيه الناس ده، والحاجات غليت جدا، فالجاتو طبقتين مش وحش، وبيبقى عالي جدا، وبتبقى القطعه كبيره وعريضه. طبعا انا حشيت اهو، قطعت صاج الفانيليا وقطعت صاج الشوكولاته، وحشيت ده بكريمه كريمه بيضه، وده بكريمه الشوكولاته. بنحشيهم كويس ونجلسهم من بره كويس قوي. وطبعا الجاتوه لازم علشان تعمليه لازم تعمليه قبل ما تسلميه بيوم، علشان تعرفي تقطعيه كويس، ما يتهربتش منك وهو بتقطع. اقل حاجه لو مطلوب منك في نفس اليوم ولازم يتعمل، اقل حاجه لازم يقعد في الفريزر من 3 ل4 ساعات. ما ينفعش تعمليه وتقطعيه على طول وتسلميه، لا، لازم ياخد راحته كده في الفريزر عشان تعرفي تقطعي فيه. تمام. انا دخلتهم بقى كده الفريزر، وده كده كان قبل ما اسلم الاوردر بيوم. انا حشيت الكريمات كلها وحطيتها في الفريزر، و... وتاني يوم بقى يعني اللي هو ايه، حطيت الفينش الاخير بتاع التزيين. دي تورتايه مقاس 20. انا كده بقطعها كده على رقم 8 بالمنشار بتاعي. نشيل بقى طبعا الزواد اللي هي اللي من فوق الناشفه دي. هي مش ناشفه ولا حاجه، طبعا عاملاها قبلها بيوم، كانت الكيك كان جميل جدا، بس انا بحب اشيل الوش كله كده، ما بحبش ان انا اسلم التورته للزبون بالوش بتاعها كده. تمام. طبعا نص شوكولاته ونص فانيليا. طبعا هنحشي نص شوكولاته بكريمه الشوكولاته والفانيليا بكريمه الفانيليا، وطبعا عملنا التورت دي كتير مع بعض قبل كده. بحشيها من النص كده بجيلو الشوكولاته وشويه من الكريسبي. ما كانش عندي مكسرات، ان انا احط مكسرات، فحشيت كريسبي. تمام كده. والنص الابيض ده هنحشيه بالكريمه البيضه وجيلو الفراوله. وهرجع بقى اكرر العمليه دي لحد ما احشي التورتيه بتاعتي كلها. طبعا انا بسقي بسيرب، ده شربات خفيف خالص، كوبايه كده من السكر عليها كوبايتين من الميه، وبسيبهم يغلوا لمده 5 دقايق كده على البوتاجاز ويبرد خالص، وبحطه بقى في الازازه بتاعتي دي، وبسقي بيه الكيك بتاعي اهو كده زي ما انتم ما شايفين. نحط شويه كريسبي كده، بندلع الكيكه بتاعتنا وبندلع التورتيه بتاعتنا. هنبدا بقى نقفلها بقى كلها كده من بره. طبعا التقفيل من بره هيبقى كله شوكولاته، ده كان طلب الزبونه ان هي تبقى كلها شوكولاته من بره. قفلتها بقى كلها بكريمه الشوكولاته من بره، لان احنا في التزيين هنحط فيها صوص شوكولاته من فوق. هي قالت لي انا عايزاها بس من جوه التورتيه يبقى نص ونص، لكن من بره تكون كلها شوكولاته اهو كده زي ما انتم ما شايفين. بقفلها كويس قوي. والتجليس ده طبعا اللي معقد الناس كلها، ما تتعقدوش الناس اللي عامله المشروع جديد. ايدك بتاخد وقت كده على ما بتجلسي، على ما بتظبط معاكي التجليس على طول، ما بياخدش معاكي وقت. احنا كنا كده اول ما اتعلمنا، كان التجليس كان بياخد وقت كبير جدا بتاع التورتيه من بره. دلوقتي الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، على طول التورته بتتعمل مفيش فيها اي مشاكل. طبعا على حسب بقى ما ايدك ما بتاخد
كتر ما ايدك في الشغل بتبقى الحاجة بالنسبة لك سهلة خالص وبسيطة. هرجع بقى للجاتو بتاعي كده، ده تاني يوم بقى كده انا خرجته كده بقى من الفريزر. حطيت عليه صوص شوكولاتة كده من فوق زي ما انتوا شايفين، وده صوص جيلو شوكولاتة انا مخففاه يعني، حطاه على حمام بخار مائي علشان يسيل معايا ويديني القوام ده، يبقى سايل كده ما يبقاش مكتل، لان احنا بنجيبه بيبقى مكتل. فعلشان يبقى سايل انا بحب احط للجاتوهات بتاعتي صوص الجيلو ماركة المتحدة. ما بحبش اعمل لها جناش عندي في البيت، لان صوص الجيلو بيفضل متماسك ما بيسحش، فانا بفضله جدا للجاتو. وطبعا عملت كده بالنوتيلا البيضة كده زي ما انتوا شايفين كده، خطوط كده رايح جاي بالنوتيلا البيضة. وهاجي هنا بقى للجاتو الفانيليا، دي نوتيلا بيضة مخففاها بزيت طعام، زيت يكون نوع نضيف ما يكونش له اي ريحة. خففتها بزيت طعام كده وحطيتها على الوش كده. طبعا احنا بنعمل بقى جاتو المحلات، يعني بصوا احسن كمان من محلات والله العظيم، وانضف بكتير جدا. بحاول بقى ان انا اسوي النوتيلا كده بالراحه خالص. طبعا الجاتو معايا متلج فبيمسك في الحاجه على طول، يعني بيمسك في جناش الشوكولاته كده على طول والنوتيلا. هقطع بقى الزوايد كده الحروف كده علشان اظبط الجاتو بتاعي. بحاول ان انا على قد ما اقدر ما هقدرش منه كتير برضو، بالراحه خالص كده. وقطعي كده الجوانب كده، او شايفين انا ما بهدرتش من الجاتو حاجه كتير اهو كده زي ما انتم ما شايفين، حاجات بسيطه خالص. شوكولاته برضه هعمل نفس اللي عملته، هشيل الزوايد بتاعته قبل ما اقطعه او كده. بقطع بقى انا علشان واخده على الشغل الجاتو كده، فانا طبعا عارفه التقطيع بعناية. طبعا انتي مش لسه مبتدئه بتجيبي المسطره وبتقيسي. يعني مثلا هي قطعه الجاتو بتاعتي دي 4 في 10، في 10 سنتي او في 11. تمام. فانتي بتقيسي كده بعينك وبتقطعي، يا اما بتقيسي بالمسطره وتقطعي. القطعة عندي كبيرة جدا زي ما انتم ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله حجمها كبير جدا. انا قطعت الكادر ده من الجاتو كده على 6 قطع. يعني انا زي ما قلت لكم صاج 25 في 35، انا بحط فيه ربع كيلو من الاسبونج، بطلع منه ال6 قطع جاتو. طبعا انا عندي صاجين فبطلع منهم دستة الجاتو. في عندي صاج تاني مقاس 30 في 50، ده بطلع منه دستة برضو. اهو كده بقى بنعمل روزيتات كده بيضة كده. طبعا ده سلك الشاحن لان التليفون كان بيفصل كل شوية. ودي طبعا بقى شوكولاتة كده عاملاها بورقة ترانسفير على شكل الجيتار كده زي ما انتم شايفين. ادت شكل حلو قوي للجاتو بتاعنا، ونفس شغل المحلات بالظبط. بجد الزبونة لما استلمت الشغل مني شكرت فيه جدا. والحمد لله دي حاجة بتفرحني كتير قوي، لما حد بياخد مني حاجة وبيشكر فيها وبيرجع تاني وياخد مني تاني. يعني عايزة اقول لكم احساس جميل جدا بصراحة. ربنا يعني ربنا يا رب يحبب فينا الناس كلها ويجعلنا عند حسن ظن الجميع. ده توت احمر حطيته كده علشان يكسر معايا اللون شوية ويدي شكل كده للجاتو بتاعي زي ما انتم شايفين كده. حاجة كده بجد عظمة. الجاتو الشوكولاته حطيت عليه كونو كده، كونو بالشوكولاته زي ما انتم شايفين، ادى شكل برضو معايا حلو. وبحط عليه كده ايه نوتيلا كده بيضه كده من فوق كده على الكونو. وكريسبي كده بني كده، وبنظبط وبندلع الجاتو بتاعنا على الاخر زي ما انتم مش شايفين. دستة جاتو عظم. ودي التورتيه بتاعتي حطيت لها الفينش بتاع الاخير صوص الشوكولاته والنوتيلا كده رايح جاي كده. ودي شوكولاتات كده بورقه ترانسفير زي ما انتم مش شايفين كده بالظبط. التورتايه بتاعتي دي مقاس 20،
انا طلعتها ب200 جنيه. طبعا كل منطقة على حسب الاسعار فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون نلت اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.